تعرف على أسماء مسلسلات رمضان 2017 المقرر عرضها على القنوات الفضائية. أبطال وقصص الأعمال الدرامية 2017. رمضان 2017 يشهد تنوع كبير وقصص كثيرة وجديدة سيتم معالجتها دراميا من خلال مسلسلات شهر رمضان القادم، حيث من المنتظر أن تشهد أن دراما رمضان هذا الموسم العديد من الأعمال والمسلسلات المصرية، والتي تناقش العديد من القضايا في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والكوميدية وغيرها، لتتزين بها شاشات الفضائيات في شهر رمضان الكريم. ونبدأ بمسلسل طاقة جدر. مسلسل طاقة الجدر تدور قصته حول شاب مصري يعيش أحد المناطق الشعبية التي تنتشر بها تجارة المخدرات، حيث تسير الأحداث في اتجاه دراما اجتماعية مشوقة. المسلسل من بطولة النجم والفنان حمادة هلال. ونأتي ثانيا لمسلسل اللهم إني صايم. هو مسلسل اجتماعي يدور حول شخص نصاب يحتل على عدد من رجال الأعمال الكبار، ويجسد بطولة العمل الفنان يوسف شعبان، الذي دائما ما تكون أعماله الدرامية محط أنظار العديد من عشاق الأعمال التلفزيونية خلال رمضان. نأتي بمسلسل الزيبق، ويهل علينا النجم كريم عبد العزيز بعمل درامي جديد، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة لأعمال الخاصة بالجاسوسية والمخابرات المصرية بعد نجاح أعماله في السنوات السابقة. ونأتي بعد ذلك بمسلسل الحصان الأسود. ينتظر محب النجم أحمد السقا مسلسل نجمهم المفضل الحصان الأسود، الذي يعد واحد من أهم المسلسلات التي ستستمتع بنسبة مشاهدة عالية في شهر رمضان المقبل، حيث تدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير، ويشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري والفنانة شيرين عادل. نأتي بعد ذلك بمسلسل نوح. مسلسل نوح هو عمل يجمع بين الزوجين حسن الرضار وإيمي سمير غانم، من تأليف محمد علي وإخراج أيمن سلامة. وقد أكد بطل العمل حسن الرضاد أن المسلسل يختلف تماما من حيث قصته عما قدمه في التلفزيون من أعمال درامية من قبل. مسلسل الأعلى سعرا. كالعادة تهل علينا النجمة نيلي كريم في شهر رمضان بعمل درامي مميز، حيث تقدم النجمة المصرية دور جديد عليه لم تقوم به من قبل، حيث يبوء العمل أحد القصص الرومانسية تحت عنوان الأعلى سعرا. مسلسل رسائل. تكتمل الفنانة مي عز الدين بخصوص أي تفاصيل حول مسلسل الجديد رسالة المقرر عرضه خلال شهر رمضان، إلا أن قصة المسلسل ستدور في إطار رومانسي شيق من إخراج إبراهيم فخر الدين. ونأتي بعد ذلك بمسلسل عفاريت عدلي علام. الدراما الكوميدية التي تعالج قضايا باتت حقرا على الزعيم عادل إمام في كل عام، حيث يقدم هذا الموسم عمل بعنوان عفاريت عدلي منصور. هذا العمل يهتم بعرض العديد من القضايا التي تواجهها المجتمع والوطن البسيط. مسلسل خلصانة بشياكة. مسلسل خلصانة بشياكة من عمل درامي رمضان سيتم عرضه من خلال شاشات الفضائيات خلال أيام الشهر الكريم، وسوف يقوم ببطولة النجم أحمد مكي بمشاركة النجمين هشام ماجد وشيكو.
حيث يدور المسلسل في إطار كوميدي من خلال مواجهة الشباب الثلاثة لمشاكلهم والسعي لحلها. مسلسل كفر دلهاب. اعتاد عشاق المسلسل المصري على رؤيتهم نجمهم المفضل يوسف الشريف بعمل درامي مميز ومشوق سنويا، حيث يهل على جمهوره هذا الموسم مع مسلسل كفر دلهاب، والذي تدور أحداثه حول السحر والشعوذة والعفاريت والجن من خلال بالورة عقب عتيق من الزمن. مسلسل فوبيا. مسلسل فوبيا هو أحد الأعمال الدرامية الرمضانية، والتي سيكون ببطولته النجم خالد الصاوي، ويشارك البطولة مجموعة من نجوم الدراما في مسلسل لم يكشف عنه من أي تفاصيل. مسلسل العودة. مسلسل العودة والذي يقوم ببطولة حلقاته النجم محمد رجب، تدور قصته في إطار تشويقي حول مجموعة من الصراعات التي تشهدها 5 شخصيات بداخل العمل. وننتهي من المسلسلات الرمضانية بانتظار الجديد والذي سيعلن عنه قريبا.